أكثر من 50 متدربا بين إناث وذكور داخل هذه المساحة الصغيرة. غرفة ب7 أمتار تم تخصيصها للعبة الكاراتيه في الموصل، تابعة لمنتدى شباب ورياضة سومر بجانب المدينة الأيسر. اللاعب والمدرب حسن محمد والمشرف على الفتية ناشد وزارة الشباب والرياضة العراقية بدعمهم ودعم هذه اللعبة من خلال توفير مكان مناسب لهم. عدد الأطفال عندنا يتجاوز 50 طالب متدرب ومتدرب، والحمد لله العدد جاي يتزايد. نطلب من وزارة الشباب والرياضة توفير أماكن متخصصة لرياضات الألعاب الفردية وخاصة رياضة الكاراتيه في مدينة الموصل، لعدم وجود قاعات متخصصة لهذه اللعبة. بدرجة حرارة تصل ل50 مئوية وداخل قاعة مغلقة وعرق يتصبب من الفتية هنا، يتدرب الجنسين على فنون القتال لتحقيق طموحاتهم في الاستحقاقات المحلية والدولية مستقبلا، رغم الدعم الخجول والإمكانيات التي لا تجدها حتى في أبسط بلدان العالم. مستعد للاختبارات الحزمة السوداء في إقليم كردستان، وطموحاتي أنه أصل منتخب وطني. حصلت على الحزام البني، مستعد إلى حزام الأسود. طموحاتي أصير لاعب محافظة. رسالة الأطفال هنا للأهالي بمدينة الموصل بجلب أطفالهم لتعلم فنون القتال خلال العطلة الصيفية والاستفادة منها خير من الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي والتي لا تزيدهم إلا كسلا وخمولا. أتمنى أنه البلبز قاعدين الأطفال يتركون الإنترنت ويجون يلقوا لهم هواياتهم مثل الكاراتيه. لاعبة أكاديمية الموصل. أحب رياضة الكاراتيه لأن الدفاع على النفس. حاصلة على الحزام الأبيض وطحنتي أخذ الحزام الأسود، وأنصح جميع الأطفال يدخلون رياضة الكاراتيه لأن الرياضة سهلة وممتعة. لبرنامج الكأس من الموصل، سعد منصور، قناة آي نيوز.